بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. بص بقى، جات لي هدية كده من مرات أخويا، الله يبارك لها يا رب. جابت لي بقى طفلين في البيت زيادة على اللي عندي. جابت لي كده إيه، زرعة نعناع زي ما انتم شايفين كده، وزرعة فل تحفة. أول مرة أجيب زرع بقى عندي في البيت بصراحة. اتعاملت مع زرع قبل كده بس ما كانش عندي في البيت، بس أول مرة أجيبه في البيت. جابتهم لي بقى كده وقلت احطهم بقى كده ايه على البلكونة في الشمس يشمسوا. اهم حاجة الزرع ده يا جماعة يوصلوا الشمس إيه على الاقل ساعتين او 3 في اليوم اقل حاجة. جبت نعناع بقى عشان اما عاوزة اعمل كده ايه كوباية شاي اخد منه واعمل على طول، بدل ما بجيب في التلاجة وبيدبل مني بعد كده وارميه. وفل يخلي كده ريحة البلكونة جميلة. اهم حاجة لما يكون عندك حاجة زي كده في البيت تاخدي بالك منها وتراعيها زيها زي ولادك بالظبط، ما تنساهاش. يعني المية أهم حاجة إن أنتِ تحطّي لها كمية المية بتاعتها. كل زرعة بتاخد في اليوم كده إيه، كوباية مية اللي هي الصغيّرة، دي كوباية كبيرة أنا قسمتها على الاتنين، على الزرعتين، يعني كل زرعة بتبقى عايزة كوباية مية كل يوم. وأهم حاجة إن هي تتعرّض للشمس ساعتين أو 3 في اليوم، أو لو هتسيبيها على سور البلكونة كده تبقى معرّضة للشمس، فده كويس خالص للزرع كمان عشان الزرعة بتاعتِك ما تدبلش منِّك وما تموتش. بُصّوا الفُلّة نزلت وأنا باروي ما كانتش لسه حتى إيه فتّحت. الزرع ده بقى كمان الشالية دي بيبقى فيها من تحت فتحات كده، عشان لو أنتِ حطيتِ مَيّة زيادة بتنزل من تحت ما تبقاش زيادة كده في الزرعة من تحت، وتعمل عفونة في الجدر بتاع الزرعة من تحت وتموت منِّك وتبوظ منِّك بعد كده. قُلت بقى إيه كده أراعيهم، آخد منهم بقى أعمل كوباية شاي أي حاجة كده، وكمان يدّوا شكل حلو ويدّوا ريحة حلوة كده في البلكونة، ويبقى عندنا زرع. اللي وصل معايا بقى هنا كده ما تنسوش يا حبايبي حطوا لي لايك، وما تنسوش تشيروا المقطع الصغير ده. وما تنسوش تدعوا لي كده دعوة حلوة من قلبكم، لعل الله يستجيب لكم، وأسيبكم في حفظ الله ورعايته.